اسمح لي اعرفك على اكتر عملية تصنيع معقدة في تاريخ البشرية كلها. شوية رمل يمكن تحس انه ملهمش اي قيمة، بس عايز اقولك انه من الرمل ده قدرنا نصنع معالجات بمليارات الدولارات. ولو حضرتك فاكر انه الموضوع شكله سهل بقى واي حد ممكن يعمله، فعايز اقولك لما تبني 1000 برج زي برج خليفة اسهل بكتير من انك تصنع معالج صغير تافه الحجم زي ده، لانه في اي دولة في العالم حتى ولو كانت دولة نامية تقدر بكل سهولة تبني برج زي برج خليفة. لكن التكنولوجيا اللي بيصنعوا بها رقاقات المعالجات دي تعتبر سر علمي اخطر من الاسرار العسكريه، ومحدوده تقريبا على 3 شركات بس في العالم. شركه TSMC التايوانيه اكتر شركه متطوره والاكثر استحواذا في تصنيع المعالجات في العالم، يجي بعدها سامسونج الكوريه، واخيرا واللي باين عليها كده هتودع المجال قريب وهي انتل الامريكيه. المعالجات دي هي العقل الاساسي في اجهزه الكمبيوتر والكاميرات والسيارات الكهربائيه الذكيه، كمان الطيارات والصواريخ والاقمار الصناعيه. من غير حته المعالج الصغير ده تبقى معدات ملهاش ولا قيمه، وهيبقوا عباره عن شويه خرده. نزولا للموبايل اللي ما بين ايديك جواه اكتر من 70 شريحه الكترونيه او مايكرو تشيبس، كل واحده منهم مليانه ترانزستورات، مش 1000 ولا مليون، احنا بنتكلم عن اكتر من 90 مليار ترانزستور محشورين جوه الموبايل اللي ما بين ايديك دلوقتي. اللي قدامك ده حجم شعره الانسان، وده حجم فيروس زي فيروس كورونا، وده حجم الترانزستور الواحد اللي اصغر من الفيروس بحوالي 30 مره. فلو انت حضرتك ما تقدرش تشوف الفيروس بالعين المجرده ولا حتى بالميكروسكوب العادي، فتخيل ازاي الانسان قدر من الرمل انه يصمم المعجزه العلميه دي ويصنع ترانزستور بهذا الحجم المتناهي الصغر. السؤال الحقيقي هو ازاي قدرنا نحط 90 مليار ترانزستور في جهاز بتحطه في جيبك، وازاي بنصنع ترانزستورات حجم الواحده فيهم اصغر من الفيروس وبنعمل بيهم دوائر معقده على شريحه مايكرو بحجم ضافر صباعك. الاجابه بتبدا في مكان مش اي حد يقدر يدخله، مكان انظف من انظف غرفه عمليات في اي مستشفى، اوسع من 8 ملاعب لكرة القدم، واغلى من مدينة كاملة متطورة. اهلا بيك يا صديقي في مصنع الشرائح او السيمي كوندكتور فابريكيشن بلانت، مصنع سري اكتر من المناطق العسكرية في العالم. المصنع اللي بيصنع الخلطة السرية ورا الالات والاجهزة التكنولوجية الحديثة، الترانزستور اللي انا بسميه شخصيا اله التكنولوجيا. ما تيجي كده يا صديقي اخدك في جولة تفصيلية وحصرية جوه واحد من اعقد المصانع في العالم، علشان اديلك علم قيم جدا وخليك تشوف بنفسك ازاي العلم والعلماء قدرت تتحكم في الذرات وتخليها تشتغل لصالحنا. وكل ده بيبدأ من شوية رمل لصناعة بتتحكم في مستقبل العالم كله. اهلا بيك صديقي البروف. لو ما اشتغلش معاك مشروع تجاره في الرمل، فانا جايب لك فكره مشروع تاني ممكن يوصلك لنفس الهدف ويدي لك نفس النتيجه. ما فيهوش بقى تراب ولا معامل ولا حتى سيليكون. مشروع ممكن تبداه من اللابتوب او الموبايل اللي ما بين ايديك. اكيد سمعت عن التداول، بس يا ترى جربت تشوفه بعين تانية؟ علشان تبقى في المضمون لازم التداول اللي هتدخل فيه يكون حلال وموثوق وبدون رفعه ماليه ونسبه مخاطره قليله جدا. انت محتاج نوع تداول يكون مختلف، عامل بالظبط كانك بتشتري ذهب وترجع تبيعه لما يغلى تاني. فاسمح لي اقول لك تودع نظام التداول القديم وتدخل في نظام جديد آمن وبسيط من التداول على منصة كريبتوماس. منصة ضخمة وموثوقة ومن المنصات المنافسة، فيها كل المميزات اللي تخليك تتداول وانت مطمن. كمان سيولة ضخمة جدا بتضمن تنفيذ الأوامر بسرعة البرق. حتى العمولة على التداول قليلة جدا، من 1/10% نزولا حتى 4/100%. كما ان اسلوب التداول عليها بيقلل جدا من فرصة الخسارة، وفكرة الاستثمار فيها شبيهة جدا من الاستثمار في الذهب. فانت تقدر تنضم دلوقتي في منصة كريبتوماس من الرابط اللي تحت الفيديو ده. ولو عايز معلومات وتفاصيل اكتر عن المنصة هسيب لك برضو لينك فيديو على اليوتيوب اللي شرحت فيه المنصة بالتفصيل. بس زي ما في منصات مالية ممكن تغير مستقبلك، في كمان تكنولوجيا بتعيد تشكيل العالم حرفيا من اول وجديد. فاكر زمان من واحنا صغيرين ياما سمعنا عن قصص واساطير في السحر. تسمع عن الساحر بطل الحدوتة اللي بيحول التراب لذهب. بس اسمح لي اقول لك المرة دي القصة مش خرافة. فريق من العلماء والمهندسين اللي قضوا سنين من عمرهم جوه غرفة معقمة يشتغلوا تحت ضغط ودقة متناهية علشان يحولوا الرمل فعلا لمعجزة إلكترونية أغلى كمان من الذهب. لك أن تتخيل يا صديقي شوية رمل أو سيليكون ثمنها $100 يطلع لك منها شريحة عليها معالجات قيمتها $100,000. والكلام ده حقيقي ومش مبالغة خالص. واصبر عليه بس كمان شوية هتشوف بنفسك خطوة بخطوة ازاي هؤلاء السحرة العلماء بيعملوا هذا الإعجاز العلمي في التحول. وعلشان كده مجال أشباه الموصلات بقى حلم كل دولة،
هدف كل عملاق اقتصادي عايز يقود العالم. بس قبل ما ابدا معاك حدوته الساحر، خليني الاول امهد لك المعلومه واحده واحده علشان تبقى فاهم كل تفصيله صغيره وكبيره في المجال. اكيد سمعت عن وادي اسمه وادي السيليكون او السيليكون فالي في امريكا، ولو سيادتك ما تعرفوش فده يا سيدي عباره عن منطقه او مدينه صغيره في ولايه كاليفورنيا، فيها تقريبا كل شركات التكنولوجيا الامريكيه زي شركه انتل وتسلا وفيسبوك وجوجل وابل وغيرها من شركات التقنيه. بس السؤال هنا، هم ليه اصلا سموه وادي السيليكون مع انه يعني ما فيش فيه مراكز عمليات تجميل؟ الاسم زي ما انت خمنت راجع لماده السيليكون، وماده السيليكون دي هي العنصر الاساسي في صناعه اشباه الموصلات والمعالجات الالكترونيه اللي تعتبر هي السبب الرئيسي لبدايه ثوره التكنولوجيا الحديثه. علشان كده اي حاجه فيها تكنولوجيا في امريكا هتلاقيها في وادي السيليكون. عندك هنا سؤالين مهمين جدا لازم تفهمهم كويس قوي قبل ما نكمل الحدوته. يعني ايه اشباه الموصلات اساسا، وايه هي ماده السيليكون دي، وليه واخده الاهتمام ده كله؟ تعال ابسط لك الموضوع واحده واحده. اول ما تسمع كلمه اشباه الموصلات او السيمي كوندكتورز ممكن تفكر شويه وتسال نفسك، هي اشباه الموصلات دي مواد موصله ولا مش موصله؟ والحقيقه يا صديقي البروف انها الاثنين، احيانا بتوصل واحيانا ما بتوصلش. معناها ايه الكلام ده؟ شوف، في عالم الكهرباء عندنا مواد موصله زي النحاس والحديد والالومنيوم والذهب، والمواد دي بتنقل الكهرباء بسهوله. وعندنا مواد عازله او غير موصله زي البلاستيك والزجاج اللي ما بتخليش الكهرباء تعدي منها اطلاقا. اما اشباه الموصلات فهي لا مؤاخذه بتلعب في النص، لا هي بتوصل كهرباء زي النحاس ولا هي عازله زي البلاستيك. يعني من الاخر بتقدر توصل الكهرباء في ظروف معينه وتمنعها في ظروف تانية. ازاي ده بقى بيحصل يا بروف؟ عايزك بقى تفتح لي دماغك علشان تاخد لك شويه علم نظيف. دي اشباه الموصلات في الجدول الدوري الحديث، اشهرهم بلا منافس عنصر اسمه عنصر السيليكون. وليه هو اشهرهم يا بروف؟ هتعرف كل حاجه كمان شويه، بس اصبر عليا. ماده السيليكون النقيه في حالتها الطبيعيه بتكون عازله تماما، يعني وهي قاعده في حالها ما عملناش فيها اي تعديل ما بتوصلش الكهرباء. ده لانه لو عملنا زوم جوه ذره السيليكون هنلاقي عندها 4 الكترونات تكافؤ في مدارها الاخير، وكل ذره سيليكون بتشارك بالكترون مع ذره السيليكون اختها اللي جنبها. شوفي يا اختي يا سيليكون، انت الكترون مني على الكترون منك، يبقى كأن كل واحده عندها الكترونين. يبقى الكترونين مع اختها اللي على اليمين وزيهم 2 مع اختها اللي على الشمال وقدامها ووراها، يبقى كده كأن كل ذره سيليكون عندها 8 الكترونات بدل ما عندها 4 الكترونات بس. والترابط ده بيطمن قلب الذره وسط اخواتها وبيخلي غلاف التكافؤ عندها يتشبع، وبالتالي الذره تستقر علشان يشكلوا في الاخر بلوره قويه متماسكه بين ذرات السيليكون. اهو الترابط ده بقى بين ذرات السيليكون واخواتها بيخلي ماده شبه الموصل عازله وما توصلش كهرباء، لانه شرط اساسي علشان الكهرباء تمشي في اي ماده ان يكون في الكترونات حره وغير مستقره بتجري في الماده علشان تنقل التيار الكهربي. بالبلد كده لازم يبقى في عيال شقيه تجري وتتحرك وتنقل الكلام، طول ما الالكترونات او العيال هاديه ومستقره وذرات السيليكون عامله روابط تساهميه مع بعض وكل واحده متمسكه مع اختها ب4 الكترونات، فبالتالي ما عندناش الكترونات زياده يا هندسه مش لاقيه لها مكان علشان ننقل التيار الكهربي لان عيالنا محترمين. فعلشان نخلي بعض ذرات السيليكون دي تسيب اخواتها وتتفكك ما بينهم الروابط محتاجين نديهم رشوه علشان يسيبوا بعض وتبدا الالكترونات تتحرك وتنقل التيار الكهربي. الرشوه دي عباره عن اننا نطعمها او ندمج فيها كميات صغيره جدا من عناصر تانية زي عنصر الفوسفور او البورون في عمليه اسمها التطعيم او الدوبنج. ساعتها بقى بنقدر نتحكم في توصيلها للكهرباء، وهنا بقى السحر من جذوره. لما نطعم بلوره السيليكون العنيده دي بالفوسفور اللي عندها 5 الكترونات في غلاف التكافؤ، تقوم ذره السيليكون اللي عندها 4 الكترونات في الغلاف تعمل 4 روابط مع 4 الكترونات من ذره الفوسفور اللي عندها 5 الكترونات. يتبقى لنا كده الكترون مش عارف يعمل اي رابطه مع اي حد. هو ده بقى العيل الشقي اللي هينقل التيار الكهربي ويخلي ماده شبه الموصل العازله توصل التيار الكهربي زي الفل. ودي بقى بيسموها اشباه موصلات من النوع N او النوع السالب النيجاتيف، وبدل في نوع سالب يبقى فيه نوع موجب. الفكره بس هنغير نوع الرشوه، بدل ما نخلي فيه زياده في الالكترونات هنخلي فيه نقص في الالكترونات. هنعملها ازاي دي يا بروف؟ ركز معايا وسيب الطبق اللي ما بين ايديك دلوقتي. شوف، بدل ما نطعم السيليكون بماده الفوسفور اللي عنده في غلاف التكافؤ 5 الكترونات وبيبقى فيه زياده الكترون، هنطعمه بماده تانية اسمها البورون وده عنده 3 الكترونات تكافؤ بس. فدلوقتي ذرات السيليكون هتعمل معاه 3 روابط تساهميه ب3 الكترونات، والرابطه الرابعه مش هتكمل، فبيتكون عندك فجوه او
بيسموها هول، وده عبارة عن مكان فاضي مستعد انه يستقبل الكترونات. والنوع ده بقى من اشباه الموصلات هو النوع بي الموجب او البوزيتيف. فيبقى كده عندك النوع السالب اللي بيطلع زيادة الكترونات، والنوع الموجب اللي عنده نقص وعايز الكترونات. لو حطيت النوع الموجب اللي هو البي جنب النوع السالب اللي هو الان، يبقى مبروك عليك كده، حضرتك عملت طفرة تكنولوجية اسمها الدايود او الوصلة الثنائية اللي بيتعمل منها الترانزستورات. اول لما نحط المنطقتين جنب بعض او يلامسوا بعض، تقوم الالكترونات اللي في المنطقة ان اللي عندها وفرة في الالكترونات تنتقل علشان تملى الفجوات اللي في المنطقة بي اللي عندها نقص في الالكترونات. وبعد شوية ده بيكون ما بينهم منطقة عازلة اسمها الديبليجن ريجون او المنطقة القاحلة، ولا فيها الكترونات ولا فيها فجوات. ودي بقى المنطقة اللي بتتحكم في مرور او منع التيار الكهربي. وعلى الفكرة البسيطة دي اتبنت كل المعالجات الحديثة اللي مبنية على فكرة الترانزستورات، والترانزستورات مبنية على فكرة الدايود او الوصلة الثنائية، والدايود معتمد على فكرة اشباه الموصلات. والله انا عارف ان المعلومات تقيلة شويتين لانه العلم ده بطبعه معقد جدا، بس انا هخليهولك بلسم على حرير. ركز لي بس في الكلمتين اللي جايين دول. المعالجات اصلا او الترانزستورات ما هي الا مفاتيح اون واوف، لكن في نفس الوقت مفاتيح الكترونية سريعة جدا جدا. وانت اكيد عارف كويس قوي انه الاجهزة الالكترونية زي الموبايل او الكمبيوتر بتعتمد على الصفر والواحد، يا زيرو يا 1. حالة زيرو معناها مفيش تيار، يعني المفتاح او الدايود في وضع اوف، وحالة الواحد يعني في تيار والمفتاح او الدايود في وضع اون. كلام سليم؟ كلام سليم. ازاي بقى يا بروف هنتحكم في الدايود انه يفصل او يوصل التيار؟ احبك كده وانت بتسأل يا بروف وعندك شغف كده للعلم والمعرفة. كتر الله من امثالك يا صديقي. شوف يا زميلي العزيز، لو اخدنا الدايود اللي هو وصلة بي وان اللي اتكلمنا عنها من شوية ووصلناها مثلا ببطارية 1.5 فولت صغيرة زي اللي في ريموت التلفزيون دي، ايه اللي هيحصل؟ لو وصلنا الطرف الموجب للبطارية بالمنطقة بي ووصلنا الطرف السالب للبطارية بالمنطقة ان، يقوم الطرف الموجب للبطارية يدفع الفجوات اللي في المنطقة بي، والطرف السالب للبطارية يدفع الالكترونات اللي في المنطقة ان، يدفعهم علشان في الاخر يقربوا من بعض. وبالتالي ايه اللي هيحصل يا صديقي؟ يحصل انه المنطقة العازلة او القاحلة اللي هي الديبليشن ريجون حجمها يقل، وبالتالي الدايود هيسمح بمرور التيار الكهربي وتبقى الحالة اون. اما لما يحصل العكس ونعكس اقطاب البطارية، فالمنطقة ان السالبة هتنجذب للقطب الموجب للبطارية، والمنطقة بي الموجبة هتنجذب للقطب السالب للبطارية. وبالتالي بدل ما المنطقة اللي هي المنطقة العازلة او الفاصلة او الديبليشن ريجون تقل، لا دي هتزيد وتكبر اكتر واكتر. ده هيخلي التيار ما يعرفش يعدي بين الطرفين، وتعتبر الحالة كأن الدايود عازل تماما في حالة اوف. اسمح لي اشكر خلايا مخك وابشرك ان احنا كده عملنا اختراع ذكي جدا، قدرنا نتحكم في التيار الكهربي سواء نوصله او نمنعه من خلال طريقة التوصيل فقط. كلام سليم جدا جدا. نفس فكرة الدايود او الوصلة الثنائية البي ان اتبنى عليها الترانزستورات اللي محشورة بالمليارات جوه المعالجات في تقريبا كل الاجهزة الذكية. لكن الترانزستورات ليها تركيب مختلف سيكا، فبدل ما هي طبقتين بي وان فقط، لا دي بتكون 3 طبقات ان بي ان او بي ان بي. يعني ممكن تعتبر الترانزستور 2 دايود محشورين مع بعض بالشكل اللي قدامك ده، وبالتالي ليها 3 وصلات. مش هنخوض في تفاصيل اكتر من كده عن تركيب ووظيفة الترانزستورات، ممكن ابقى اتناقش معاك في حلقة تانية عن الترانزستورات. بس اسمح لي اضيف لك معلومة بسيطة جدا في الترانزستورات. انواع الترانزستورات كلها بتندرج تحت نوعين اساسيين: البي جي تي او البايبولار جانكشن ترانزستور، او الترانزستور ثنائي القطب. والوصلات الثلاثة فيه اسمها القاعدة او البيس، الكوليكتور او المجمع، والاميتر او الباعث. وترانزستور بي جي تي نوع قديم شويه، اكيد انت شفت الشكل بتاعه ده قبل كده. اما النوع اللي بيستخدم حاليا في تصنيع المعالجات هو النوع الثاني اللي هو الاف اي تي او الفيت، او اللي احنا بنسميه الفيلد افكت ترانزستور، او بنسميه بالعربي ترانزستور تاثير المجال. والوصلات الثلاثه فيه اساميها مختلفه شويه، فعندك البوابه او الجيت، والمصدر او السورس، والمصب او الدرين. شكل الترانزستور عامل ازاي بقى في الحقيقي؟ شكله زي اللي قدامك ده بالظبط، دي البوابه وده المصدر وده المصب، وكل اللي قدامك ده هو في الاساس حته سيليكون ومحفوره او منقوشه. فهنا بقى يجي دور السؤال الممتاز: ازاي بينقشوا السيليكون علشان يصنعوا هذا الترانزستور المعقد جدا؟ انا عارف والله انك متشوق تعرف ازاي بيحولوا الرمل للمعالجات ونفسك تبقى مليونير. لا تتعجل يا صديق، هقول لك كل حاجه
نفسك تعرفها. اسمح لي بس ارتب لك المعلومه علشان تطلع باكبر قدر من الاستفاده. مش انت عايز محتوى علمي وبتقول بدعم المحتوى العلمي؟ اهو ده محتوى علمي من الطراز الرفيع، حاجه كده على ذوقك، فهاف فن بقى وخلي عقلك ينجوي. وخليني دلوقتي اجاوبك على الشق الثاني من السؤال، ايه هو بقى السيليكون اللي عامل القلق ده كله وبنجيبه منين؟ السيليكون يا صديقي البروف هو عباره عن الرمل. وقبل ما تسرح بقى بخيالك وتروح تعبي لك شكارتين رمل علشان تبيعهم وتبقى مليونير، خليني اصدمك واقول لك انه الرمل اللي بنتكلم عنه مش اي رمل. احنا مش بنجيب شويه تراب من الشارع ونقول يلا نصنع بيهم معالج. الرمل العادي اللي حوالينا مليان شوائب ومعادن تانية، وده ما ينفعش يدخل في مصانع المعالجات. زي ما انت شفت لازم يكون الرمل نقي جدا، لانه اي شوائب ولو بسيطه جدا ممكن تعمل خلل بسهوله وتحرق المعالج اللي هيتصنع من السيليكون ده. علشان اللي بنحتاجه هو رمل اسمه رمل الكوارتز، وده رمل بيكون غني جدا بماده اسمها ثاني اكسيد السيليكون او SiO2، والماده دي تقريبا بتشكل اكتر من 90% من تركيب الرمل ده. لكن حتى الكوارتز مش كفايه، لازم الرمل يتنقى ويتكرر في افران خاصه تحت درجات حراره بتوصل لاكتر من 2000 درجه مئويه علشان نطلع منه السيليكون النقي جدا بنسبه نقاء شبه خياليه 99.9 كتير قوي في المية. علشان كده نوع الرمل ده غالبا مش موجود في اي حته في العالم. اشهر الاماكن في العالم اللي بنستخرج منها الرمل ده زي جنوب شرق الولايات المتحده الامريكيه واستراليا، النرويج، وكمان جنوب افريقيا. والرمل ده مختلف خالص عن الرمال البيضاء اللي بتسمع عنها في اي مكان تاني، واسمه التجاري رمل الفيوز كوارتز او الهاي بيوريتي كوارتز. وده طبعا يعتبر كنز نادر لاي دوله محظوظه بالرمل ده. بس حتى لو افترضنا ان ربنا كرمك وبقى معاك اطنان من رمل الكوارتز ده، فللاسف كل ده مش هيخليك مليونير ولا حتى 1000 نير، لانه الفكره مش في مين عنده الرمل، الفكره في مين يقدر يصنعه. وصولك للنقطه دي من الفيديو معناها انك بدات تفكر تبيع رمل، فبعد اذنك تعمل اعجاب للفيديو واشتراك في القناه علشان ابقى اجيب معايا شكارتين واعبي رمل معاك. اللي قدامك ده مش مجرد شريحه الكترونيه، ده عقل كامل ومعقد جدا في التركيب، ودي بنسميها رقاقه المعالج او الشيب، واسمها العلمي الادق هي دايره متكامله او انتجريتد سيركت. واي معالج في الدنيا بيحتوي على مجموعه من الانويه او اللي احنا بنسميها الكورز. هنفترض ان رقاقه المعالج اللي في ايدي دي فيها 14 كور او نواه، كل نواه فيهم بتشتغل كانها عقل صغير مستقل بيأدي وظيفه معينه. حاسك لسه مش فاهم بنية تركيب المعالج كويس. زميلي البروف رجاء سيب لي نفسك وفتح لي دماغك. عايزك تتخيل ان المعالج عباره عن مصنع كبير، كل قسم جوه المصنع ده عباره عن مجموعه انويه بتأدي وظيفه معينه، زي مثلا الوحده المسؤوله عن العمليات الحسابيه زي الضرب والجمع وخلافه، وكمان قسم الاداره المسؤول عن التحكم في الانويه والوحدات دي كلها، وقسم المخزن اللي هو الكاش ميموري، وقسم الجرافيكس او الGPU، وكمان الطريق اللي بيربط الاقسام دي كلها جوه المصنع، او نقدر نعتبرها الوصلات او اسلاك التوصيل. لو جينا بقى بصينا على اي نواه او وحده من الوحدات دي اللي جوه المعالج او المصنع، هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها عمال اللي هم الترانزستورات. على سبيل المثال لو بصينا على الوحده المسؤوله عن عمليات الضرب اللي اسمها المالتيبلاي بلوك، هنكتشف ان الوحده البسيطه دي بس لوحدها جواها 44,000 ترانزستور اللي هم العمال زي ما قلت لك. بس العدد ده مش كتير بالنسبه للمعالج كله على بعضه، لانه ال 44,000 ترانزستور دول بيمثلوا حوالي 25 من 100,000% تقريبا من اجمالي الترانزستورات او العمال اللي في المصنع او المعالج كله، اللي فيه تقريبا كام؟ اسمع الرقم ده، 18 مليار ترانزستور. وزي ما قلت لك انه فيه زي شوارع او وصلات معقده جدا متوزعه في طبقات فوق بعض وبتربط بين الترانزستورات وبعضها علشان تنقل ما بينهم الاوامر والكهرباء. وتركيب الوصلات او الانتركونكتس دي لا تقل صعوبه عن تصنيع الترانزستورات نفسها، لانه تخيل انت عندك 44,000 ترانزستور جنب بعض لا يرى بالعين المجرده، عايز تعمل ما بينهم وصلات نحاسيه وفي نفس الوقت مش عايز الاسلاك دي تلمس بعض علشان ما تعملش قفله. الفراغ اللي ما بينهم مليان مواد عازله بتحافظ على هيكل الدايره وبتمنع الاسلاك من انها تلمس بعض وتولع الدنيا. لكن الحقيقه ان المعالج شبه برج ناطحه السحاب، جواه 80 دور او طبقه مختلفه فوق بعضها، وكل ما نطلع لفوق كل ما الاسلاك بتكبر وتخدم نطاق اوسع. عندك مثلا الطبقه السفليه من الادوار دي عباره عن اسلاك محليه بتنقل البيانات بين
الترانزستورات وبعضها كأنها عاملة زي الطرقة اللي عندكم في البيت اللي بتوصل الغرف ببعضها، وعندك كمان في الطبقات اللي في النص فدي بتربط النواة بالأنوية اللي جنبها، يعني الشارع اللي قدام بيتكم وبيربطكم بالبيوت والخدمات اللي جنبكم. اما بقى الطبقات اللي فوق خالص هي اللي بتوصل المعلومات بين كل اجزاء المعالج الخارجيه، كانها عامله زي الطرق السريعه اللي بتربط المدن والمحافظات ببعض. لغايه هنا انت تمام التمام، وبسطت لك المعلومه حته حته علشان تاخد فكره عامه عن تركيب المعالج. نيجي بقى للسؤال اللي شاغل بالك واللي هيطلع لك بسببه كوابيس بالليل: ازاي حولنا رمل الكوارتز للترانزستورات الصغيره جدا دي، وازاي وصلنا هذا العدد الهائل من الترانزستورات مع بعض باسلاك توصيل بدون اي مشاكل؟ انا كل مره بقول لك سيب كوبايه القهوه اللي في ايديك، المره دي انا بقول لك قوم اعمل لك فنجان قهوه محترم وتعالى لي، ويا ريت تعمل لي كوبايه قهوه كمان معاك. شوف يا زميلي البروف العزيز، القصه بتبدا من رمل الكوارتز. بيتم الاول تنقيته وتنظيفه تماما من اي شوائب زي ما قلت لك قبل كده علشان نحصل على السيليكون النقي جدا بنسبه تقترب من 100% من النقاء. بعدين بيتم تصهيره داخل فرن عملاق على درجات حراره مرتفعه بتوصل لاكتر من 2000 درجه سليزيوس علشان في الاخر نعمل منه بلوره واحده على بعض او قالب كبير اسمه المونو كريستالاين انجوت. بعد كده بلوره قالب السيليكون الضخم ده بيتم تقطيعه لشرائح اسمها السيليكون ويفرز، سمك الواحده منها اقل من 1 ملم وقطرها حوالي 300 ملم او 30 سم، وده المقاس الشائع حاليا. كان زمان من فتره بيستخدم شريحه سيليكون قطرها 200 ملم او 20 سم، والمقاس الاحدث منهم كلهم واللي بيعتبر قيد التطوير حاليا هو مقاس 450 ملي او 45 سم، والمقاس ده لم يستخدم حتى الان بسبب تكلفته الضخمه، وعلشان نستخدمه محتاجين ان احنا نغير خطوط الانتاج كلها، وكده كده لسه الطلب العالمي مش بيغطي العائد على الاستثمار، فمالوش لازمه المقاس الكبير ده حاليا، وكفايه قوي مقاس 300 ملي او 30 سم، وهو المقاس اللي بتستخدمه حاليا شركه TSMC وسامسونج وكمان انتل. انا عارفك شطور وهتسالني سؤال بين السطور: هو المقاس بيفرق في حاجه يا بروف؟ ايوه طبعا يا صديقي، كل ما زاد القطر كل ما تقدر تنقش او تطبع على شريحه السيليكون عدد اكبر من الشرائح في كل رقاقه، وده يقلل تكلفه التصنيع كل شريحه. مش عايزك تفكر فيها دلوقتي لانك هتفهمها لوحدك كمان شويه. لو بصيت كويس على قرص السيليكون هتلاحظ انه فيه زي نوتش او فتحه صغيره جدا، الفتحه الصغيره دي بتخلي الروبوتات تفهم اتجاه البلوره وما تحطهاش في وضع غلط اثناء التصنيع، لان كل حاجه بعد كده هتتبنى بدقه على الاتجاه ده. بس خد بالك شرائح السيليكون دي هشه جدا، تقع من ايدك تلاقيها اتكسرت ل 100 حته كانها ازاز رفيع، علشان كده التعامل معاها بيتم بحذر ورقه شديده جدا جوه معامل التصنيع. اخدت بالك ان قرص السيليكون لغايه دلوقتي لسه ما عملناش عليه اي شرائح معالجات، يعني لسه الشريحه فاضيه تماما. عارف تكلفتها بتكون كام وهي فاضيه؟ حوالي $100 بس، لكن لما شريحه السيليكون الواحده نطبع عليها حوالي 240 رقاقه من المعالجات بيبقى سعرها ما بين 120 ل 130 ألف دولار. عارف ده معناه ايه؟ ده معناه انه لو افترضنا نفس وزن قرص السيليكون وهو فاضي اللي هو حوالي 125 جرام لكن خليناه من الذهب، هيطلع ان سعرها لو كانت من الذهب حوالي 11,000 دولار. ده لو افترضنا سعر الجرام الذهب $90 مثلا. ده معناه ان قرص السيليكون الواحد بعد ما كان رمل وصنعنا عليه المعالجات بقى سعره اكتر من 10 اضعاف سعره لو كان من ذهب، وكل ده في الاخر من شوية رمل. وهو ده سحر العلم والتكنولوجيا الحقيقية يا صديقي، هو ده اللي يخلي الدول تبقى غنية وراس مالها يبقى بمليارات الدولارات. وخلي بالك كويس قوي، الدولة اللي بتصنع المعالجات مش بس بتبيع شرائح الكترونية وتكسب وخلاص، دي كمان بتتحكم في سوق الموبايلات والذكاء الاصطناعي والروبوتات وحتى الأسلحة والطاقة. أتمنى والله في يوم من الأيام إننا نكون وسط الناس العظيمة دي. المهم الحمد لله أخيرا عملنا أقراص السيليكون بالسلامة، عايزين بقى ننقش الترانزستورات والوصلات عليها علشان نصنع المعالجات. ركز لي بقى في الخطوات اللي جاية علشان هي دي زبدة الموضوع كله، وما تقلقش كل معلومة هبسطها لك قدر الإمكان. مبدئيا احنا بناخد 25 شريحة من السيليكون بنجمعهم في حزمة مع بعض وبيدخلوا جهاز اسمه فرونت اوبننج يونيفرسال بود، واللي بنختصرها لفوب.
والوحده دي تقدر تعتبرها هي التاكسي اللي بينقل ال 25 شريحه سيليكون دي في دوره التصنيع بين كل جهاز والتاني جوه معمل تصنيع اشباه الموصلات. المعمل ده يعتبر انظف من انظف مستشفى في العالم، درجه نقاء الهواء جواه بتقترب من 100%، مفيش ذره تراب ولا حتى بكتيريا او فيروس في الهواء اللي جوه المعمل ده. حتى المهندسين والعمال بيلبسوهم بدله مطهره بالكامل كانهم رواد فضاء. ليه يا بروف في كل هذه الاحتياطات؟ لانه يا صديقي زي ما قلت لك انه اي ذره غبار لو دخلت جوه المعالج اثناء التصنيع فهتعطل المعالج بالكامل، لانه حجم الترانزستور جوه المعالج اصغر حتى من حجم الفيروس. فتخيل بقى شويه تراب ممكن يبقى حجمهم قد ايه جنب الترانزستورات دي. المهم بعدين تاكسي الفوب بينقل ال 25 شريحه سيليكون دي لاول جهاز في خط التصنيع. جوه الجهاز ده فيه ذراع روبوت بياخد شريحه من الفوب علشان تمر على 3 غرف جوه الجهاز ده، غرفه بينضاف فيها مواد، تانية بيتحذف منها مواد، والاخيره بيتم فيها معالجه بعض المواد. ايه هي المواد دي يا بروف؟ لو سمحت خليها في بالك دلوقتي، هقولها لك بالتفصيل كمان شويه. بعد ما شرائح السيليكون تخلص معالجه المواد اللي عليها جوه الجهاز الاول، ياخدها الروبوت ويحطها تاني في التاكسي اللي هو الفوب علشان تكمل دوره التصنيع وتمر على باقي الاجهزه. الاجهزه دي نقدر نقسمهم من حيث الوظيفه ل6 مجموعات. طبقه القناع الضوئي وفيها اجهزه زي قناع الليثوغرافيا، آلة الطلاء الدواره، محلول الازهار الكيميائي. الخطوه الثانيه اضافه المواد وفيها اجهزه زي الترسيب بالبخار الكيميائي، الترسيب بالبخار الفيزيائي، الترسيب الذري الطبقي، النمو البلوري الطبقي. الخطوه الثالثه ازاله المواد وفيها اجهزه زي النقش بالبلازما، النقش بالسوائل، التسويه الكيميائيه الميكانيكيه. اما الخطوه الرابعه بيتم فيها تعديل المواد وفيها اجهزه زي جهاز حقن الايونات، فرن التلدين السريع. الخطوه الخامسه ضروريه جدا وهي التنظيف، وفيها اجهزه زي حوض التنظيف الكيميائي، منظف بالموجات فوق الصوتيه، التجفيف بالدوران. والخطوه السادسه والاخيره وهي مرحله الفحص والتفتيش، ودي فيها اجهزه زي الميكروسكوب البصري، نظام كشف العيوب التلقائي. زمانك اتخضيت من هذا الكم الهائل من الاجهزه المعقده وشايفك حاطط ايدك على دماغك وبتقول ايه ده كل ده يا بروف وانا ناقص؟ يا بروف يا صديقي انا بذلت مجهود كبير جدا في تعريب وتبسيط هذه المعلومات، وطبعا كل هذا المونتاج والجرافيكس علشان اوصل لك المعلومه بكل بساطه. عايزك تهدى ريلاكس كده وما تقلقش، هشرح لك وظيفه الاجهزه دي كلها باختصار وهتفهمها بسلاسه زي الحرير. ثق فيا شويه يا صديقي، ده احنا زماله يعني. شوف يا زميلي البروف، شرائح السيليكون بتستمر زي ما قلت لك حوالي 3 شهور متواصله على هذا الحال من جهاز لجهاز لجهاز، وبتمر على حوالي 940 خطوه علشان تتصنع عليها طبقات المعالج بالكامل. وعلشان نسرع عجله الانتاج فكل جهاز موجود منه بالعشرات جوه معمل التصنيع، معموله في صفوف متوازيه وجنب بعضها، وعدد الاجهزه دي كلها ممكن يتخطى ال 1500 جهاز، وبالتالي المعمل ممكن يستوعب حوالي 150 ألف شريحه سيليكون، وكل شريحه زي ما قلت لك بيتناقش عليها حوالي 230 معالج. يطلع طاقه الانتاج في المصنع حوالي 34 مليون و500 ألف، تقريبا 35 مليون شريحة معالج في خلال فترة ال3 شهور. كلام سليم؟ كلام سليم. لما شريحة السيليكون تدخل المرحلة الأولى بتعدي على أول جهاز السبين كوتر أو آلة الطلاء الدوارة، ودي بتضيف طبقة رقيقة جدا من مادة حساسة للضوء أو الفوتوريزيست، وبعدين بناخد الشريحة للجهاز الثاني في المرحلة الأولى وهو جهاز الطباعة الحجرية أو الفوتو ليثوغرافي تول. واسمح لي أقف معاك شوية عند الجهاز ده لأنه يعتبر هو أخطر جهاز سري في المنظومة كلها، ويعتبر هو أغلاهم على الإطلاق لأنه أحدث إصدار منه بتحتكره شركة ESML الهولندية اللي عاملة نسخة الطباعة الحجرية بالضوء فائق البنفسجية أو EUV. سعر الجهاز ده لوحده بيوصل لأكتر من 180 مليون دولار، يعني تقريبا أغلى من الطيارة الحربية. زمانك بتسأل نفسك طبعا إيه اللي بيعمله الجهاز ده علشان يكون بهذه التكلفة المبالغ فيها؟ اسمح لي يا زميلي البروف أقول لك إنه لولا هذا الجهاز ما كناش هنشوف معالجات أبدا بمعمارية 3 نانو و5 نانو ولا حتى 7 نانو. يعني ما كنتش هتشوف أي كمبيوتر أو موبايل بمعالج سريع ومتطور، خصوصا معالجات الذكاء الاصطناعي اللي عملت طفرة في خدمات زي شات جي بي تي وكل مواقع الاي اي مهما كانت بقى اللي بتعمله زي توليد الصور او الفيديوهات. بيعمل ايه سيادته الجهاز ده بقى؟ شوف يا صديقي، بعد ما حطينا طبقة المادة الحساسة للضوء على شريحة السيليكون محتاجين ان احنا ننقشها او نرسم عليها قالب بيحدد المسارات اللي هنصب فيها الوصلات. علشان كده جوه جهاز الطباعة الحجرية موجود مصدر ليزر قوي جدا بالاشعة الفوق بنفسجية اللي بتمر على مجموعة من العدسات اللي بتركز الضوء علشان توصل لحاجة اسمها الفوتو ماسك. الفوتو ماسك ده هو اللي هيعمل القالب بتاع الطباعة في عملية اسمها الستنسلينج. مش فاهم انت اي حاجة صح؟ تعالى ما
هبسطها لك. اكيد تعرف المسطره دي اللي ياما استخدمناها كتير واحنا صغيرين. كنت علشان تنسخ شكل او رسمه المسطره دي بتعمل ايه؟ بتجيب الورقه وتجيب القلم وتحط المسطره وتبدا ترسم بالقلم على المسطره، هتلاقي نفسك نسخت الشكل بالظبط. اهو العمليه دي يا سيدي هي اللي بيسموها الاستنساخ او الستنسلنج. القلم ده بقى اعتبره هو شعاع الليزر، والمسطره هي القالب او الفوتو ماسك اللي هننسخ منه الشكل ونطبعه على الورقه. الورقه دي هي مين؟ هي شريحه السيليكون. اظن تبسيط اكتر من كده مفيش، مالكش اي حجه بقى يا بروف. المهم بعد ما شعاع الليزر بينسخ الصوره من القالب او الفوتو ماسك، بيكمل في مساره بين عدسات تانية علشان تصغر حجم شعاع الضوء جدا لغايه لما يسقط على شريحه السيليكون، وهنا تبدا عمليه الطباعه. لو جينا بصينا على قالب الفوتو ماسك هتلاحظ ان ابعاده تقريبا 6 في 6 انش، وبيحتوي على نسختين مع بعض للمعالج، يعني يقدر يطبع طبقتين لمعالجين في نفس الوقت علشان يطبع ال 230 معالج كلهم على شريحه السيليكون كلها في دقائق معدوده. بس خلي بالك الفوتو ماسك ده بيطبع طبقه واحده للمعالج الواحد، والمعالج فيه تقريبا كام؟ 80 طبقه زي ما قلت لك قبل كده، وكل طبقه مختلفه عن اللي تحتها. علشان كده لما نيجي نعمل الطبقه الثانيه او الثالثه او الرابعه وهكذا لازم نغير المسطره اللي بنعمل بيها الستنسلنج، يعني نغير الشريحه اللي بننسخ شكلها جوه الفوتو ماسك او القالب الضوئي. علشان كده تقدر تقول ان المعالج الواحد ب 80 طبقه مختلفه محتاجين له 80 شكل مختلف من القوالب اللي في الفوتو ماسك. خد بقى الصدمه دي، عارف قالب الفوتو ماسك الواحد سعره كام؟ حوالي 300 ألف دولار، واحنا محتاجين 80 للجهاز الواحد من الطباعه الحجريه. شوف انت عندك بقى كام جهاز طباعه حجريه في المعمل واضرب في عددهم. انا بقول لك بس الاسعار دي علشان لو حبيت تفتح لك معمل ولا حاجه، لانه شكلها كده فعلا هترسى على ان الواحد يفتح له معمل، بس معمل في قصبة كتاكيت. المهم يا زميلي، شعاع الليزر بعد ما يسقط على شريحه السيليكون اللي حاطين عليها طبقه من ماده حساسه للضوء، يقوم يحصل تغير كيميائي في المناطق اللي تعرضت للضوء، فبتضعف زي كانها بتتفكك او بتنصهر، ويتبقى لنا الجزء اللي ما تعرضش للضوء ماسك نفسه زي ما هو. نقوم واخدين الشريحه وندخلها على الجهاز اللي بعده، واللي فيها بنضيف محلول كيميائي اسمه الديفلوبر. المحلول ده يا صديقي بيزيل الاجزاء اللي تعرضت للضوء من الماده الحساسه للضوء، لانها بعد ما تعرضت للضوء ضعفت واتفككت. اما الاجزاء اللي ما تعرضتش للضوء فالمحلول مش هيأثر فيها، وبعدين نديها غسله يتبقى لنا بس الاماكن اللي ما تعرضتش لضوء الليزر وما بينها فراغات الماده اللي شلناها بالمحلول. كلام عظيم جدا جدا. بعد كده هناخدها على الخطوه الثانيه اللي فيها بنضيف مواد معينه لشريحه السيليكون. طبعا دلوقتي لما نيجي نضيف اي ماده فهي هتنزل في الفراغات دي، اما الاماكن اللي ما زالت متغطيه ومحميه بطبقه الماده الحساسه للضوء فهي مش هتتاثر بالمواد اللي بنضيفها. كانك بالظبط لو جبت بخاخ او سبراي ورشيت بيها على المسطره اللي تحتها ورقه، فالاجزاء المكشوفه من المسطره هي اللي هتمرر الرش او السبراي، اما باقي الاجزاء مش هتتاثر. بدات تفهم انت الدنيا كده كويس. خليك معايا يا بروف، اوعى تتوه مني. الصراحه الاجهزه اللي بتضيف المواد دي اساميها معقده جدا ومش هاخد معاك في تفاصيلها، لكن كل اللي تعرفه انها بتضيف مواد زي النحاس والذهب والاكسايدز او الاكاسيد اللي بتشتغل كماده عازله زي ما وريتك في تركيب الترانزستور الفت. كل ده علشان نصنع اول واهم طبقه، وهي طبقه الترانزستورات المترصصه جنب بعضها، وبعدين فوقها بنعمل طبقات الوصلات والاسلاك من النحاس والعوازل اللي ما بينها من الاكسايدز او الاكاسيد علشان الاسلاك ما تلمسش بعضها. وكل ماده من المواد دي ليها اسلوب كيميائي معين، وبالتالي ليها جهاز مخصص لاضافه المواد دي. بعدين بعد ما ضفنا المواد دي محتاجين ان احنا نشيل بعض المواد اللي ملهاش لازمه او زياده على الاستخدام، فبناخد شريحه السيليكون وندخل على المرحله الثالثه من الاجهزه، وفيها بنشيل اجزاء زي المناطق الباقيه من الماده الحساسه للضوء، وبعدها بنشيل اي زياده في طبقه النحاس اللي ضفناها زي جهاز السي ام بي او الكيميكال ميكانيكال بلانرايزيشن، او ممكن نسميه بالعربي تسويه الكيميائيه الميكانيكيه. وده تقدر تعتبره زي جهاز صنفره بيصنفر الجزء العلوي من طبقه النحاس علشان ينعم السطح ويشيل اي زيادات ملهاش لازمه. حتى الان يا صديق البروف الترانزستورات اللي نحتناها على شريحه السيليكون تعتبر لسه مش كامله. فاكر في اول الحلقه لما كلمتك عن الدايود او الوصله الثنائيه البي ان وقلت لك بنضيف الفوسفور علشان يعمل الطرف ان، وبنضيف البورون علشان يعمل الطرف بي، واللي كانت تعتبر الرشوه اللي من غيرها اشباه الموصلات زي السيليكون ما توصلش كهرباء وتبقى ماده عازله. اهو حان الوقت علشان ندي السيليكون الرشوه بتاعته وندخل في المرحله الرابعه وهي تطعيم. لازم نطعم
نطعم انويه السيليكون بالفوسفور والبورون علشان نعمل الترانزستور NBN او BNB او الثلاث وصلات السورس والدرين والجيت. وعلى عكس ما انت فاكر بقى اننا بنضيف شويه بورون بقى على شويه فوسفور بالبركه، لا يا صديقي، احنا بنتعامل مع ذرات والموضوع ادق بكتير جدا. كل اللي بنضيفه او بنطعمه هو ذره فوسفور او بورون واحده بس لكل 10,000 ذره سيليكون. يعني النسبه مش بالعبيط، دي حاجه على مستوى الذرات. ويا ريت برمي ذره الفوسفور على ذره السيليكون كده وخلاص، دي بتتضرب بقوه كبيره كانها طالعه من مدفع علشان نعرف نطعمها وسط البلوره من جوه، وده بيكسر التركيب البلوري للسيليكون. لكن مع تسخين كيميائي خفيف بترجع البلوره تلتئم من تاني والتطعيم يتم على خير. ولغايه هنا اقدر اقول لك ان احنا بكده خلصنا اصعب 4 مراحل في تصنيع المعالج او اشباه الموصلات. والمرحله الخامسه بتعتمد على غسيل وتطهير الطبقه اللي عملناها من اي شوائب، لانه زي ما قلت لك ممكن تبهدل الدنيا جوه المعالج وهو بيتقفل. بيغسلوها ازاي يا بروف؟ سامع زميل ورا بيقول بالميه. ايوه ما تتكسفش، فعلا بيغسلوها بالميه، بس ميه نقيه جدا جدا خاليه تماما من اي شوائب، يعني انضف من الميه المعدنيه يا بروف. صديقي العزيز يؤسفني اقول لك انه الميه المعدنيه مش نقيه اساسا. شيل بس انت كده لزقه التيكت اللي عليها وهتكتشف انها زي ميه الحنفيه بالظبط. ما علينا. اخيرا الحمد لله ندخل على المرحله السادسه والاخيره، وفيها اجهزه بتستخدم خاصيه التصوير الميكروسكوبي بالالكترونات علشان تدينا صور قريبه جدا من طبقات الترانزستورات على رقاقه المعالج، كاننا كده بندي صوره للمعالج بعد ما صنعناه علشان نتاكد انه مفيش اي عيوب او شوائب موجوده على السطح. هل كده خلصنا تصنيع المعالج يا بروف؟ لا يا صديقي، احنا كده عملنا طبقه واحده بس من طبقات المعالج ال80 طبقه. علشان كده العمليه دي كلها بتكرر 80 مره، وتفضل شريحه السيليكون تمر على نفس الاجهزه في ال6 مراحل لغايه لما تنتهي من ال80 طبقه بتوع المعالج. وبتستمر العمليه التكراريه دي زي ما قلت لك لمده 3 شهور كامله. بعدين في الاخر خالص بيطلع لنا شريحه السيليكون المدوره اللي عليها حوالي 230 رقاقه معالج. بعدين بتتقص بالليزر بدقه عاليه وبيتكتب عليها من بره مواصفات المعالج اللي جواها واسم الشركه زي انتل وسناب دراجون او AMD حسب طبعا البراند بتاع كل شركه مصنعه. بصراحه الموضوع اعقد من كده بكتير، ووراه علم وتكنولوجيا ضخمه جدا لا يكفينا الحديث عنها لشهر كامل من العلم والابحاث والتطوير. لكن انا حاولت قدر الامكان ما اطولش عليك، وفي نفس الوقت ابسط لك المعلومه واكشف لك الغموض ورا الصناعه دي بكل ما اتانا الله به من علم. ودلوقتي بعد ما عرفت الرحله من شويه رمل لرقاقه بتشغل اعقد الاجهزه المتقدمه في العالم، من موبايلات لطيارات لغسالات لغواصات لايا كان، فكلهم بيعتمدوا على هذه المعالجات وصناعه اشباه الموصلات. تقدر تقول احنا بقينا عايشين في عالم بيجري بسرعه الضوء، بس قليل جدا اللي بيقف ويتامل في ازاي العالم ده كله اتبنى. حاجات حجمها اصغر من حجم الفيروس، واللي يقدر يصنعها هو اللي بيبقى له السياده والقرار. هل تتخيل يا صديقي انه العالم كله ممكن يقف حرفيا لو توقفت مصانع اشباه الموصلات؟ والسؤال اللي بساله في كل حلقه، احنا فين من كل العلم ده؟ استناني قريب في حلقه علميه جديده، بس لحد ما اشوفك خليك دايما فاكر الساحر مش دايما لابس عباية وقناع اسود، احيانا بيكون لابس بلطو ابيض ماسك شريحة سيليكون وبيغير العالم من غير ما حد يحس. العلم العلم العلم. تصبح على خير.